وربما انتم ما قريتوش. احنا واحد اللي كنا كنقراو في المدرسه قرينا القصه ديال واحد من يعلق الجرس، واش عرفتوها؟ هذه القصه فيها واحد المعنى كبير، اللي قالنا الفيران كياكلهم المص. ايوا تجمعوا قال لك ودي هذا كيغفلنا كياكل منا، اش غنديروا؟ ناض واحد من الحكماء ديالهم قال لهم ودي، قال لهم هذا نديروا ليه واحد، نعلقوا ليه واحد الجرس، وقت ما تم جاي راه ذاك الجرس غيبدا يتحرك، غنسمعوه وحنا غنهربوا، ما يبقاش ياكل منا حتى شي حد. ناض واحد قال لي هذه الفكره جيده مزيانه، ولكن السؤال ربيت على البلاد وما خدتش سبيسيال ديديكاس من عندي بويك المستر لوبيك وان بويك. اما انا ديجا نوبيت فرو مع الزوامل والعطايا. ربيت على البلاد وعلى العوينه اللي دارتهم معايا، ربيت على المشكل اللي خلاني انني نخلي القرايه، ربيت اللي ما عندي فيها والو، ربيت على فين باغي نوصل في حياتي المقوده وعلى كاع لا وصلت ودا ما الغايه. ربيت من القرايه على الراس فاضت ما زيد يعيش الوطن وتشق الرايه. ربيت على الناسيونالي تاعي وراء رمساتي عينيا المزايا. نصاب لاكارت ما نجي سيدي الحركه وكنت معاك الريانه الكمايه. ربيت على وجهي القلوه الزرق ترك الكمايه. ربيت على فوز الزاحيه تحيد ديال القبطان في الحكومه وصبوا لي خلاص القبطانه قولوا لي اللحم وشيطوني حنايا الزوام والقبطانه. انا الطور تلقاني حداك انا والويد بالليل عشرانك ماشي العربه قرب الجزيره لقيت اللي الناس بحال زبط الامبليسي سان الراس في الدم والراي معاك نتشبه فيه فاك الطراق ومالو تجيك الزيت الزوام كفان في القلب الساعه ولا عيط لك الفانك زكال ما على بالي بسفانك تفكرت غدني في هاد الخرا مسكين والله الا شفاني حالك في وجه كفار. عما قريب المغرب غتبني النور بنا كتجيب انا في طراك مرق نطراك صوبت علاش كل روايه. راه كنت مركز على القرايه فاك القسم باللي فيه بالمدير من الاصغر الاكبر خرايه. نقولكم من طوال وصوت تحت السايه عبايه ممكن قربنا عند بلا هي الخليفه مايا مش عويده نفس كارث بارفان جد الله ينجيك على العشير الا تحلت عندها القرقاره فلسطين كتاب تحديد واش عندك كمبيوتر الراس بهادشي نتايا شي ديرايه ولا غير طاعن وصافي في قرار يا وجه القرقاره غير حاول تلقوش تكركر على سامع شي اخبار صار راه قاعد بلاد تستعمر مشات وقت الحرب تشيار وتشكيل الغاره نسينا بلي والصوالي جينا وحتى تجينا هاد الهضره تيقولها لينا بلي عمر التجاره هربانين بيناتنا ولاد العم مقوجين علينا نسيت يا الحول ما شاد الطاعه راهم اللي وراو علينا قبل من غزه كان بين عينيهم ياخذوا لينا حتى سينا صوتنا ضربها البرد حيت عراو علينا الشحط ماشي غير النهار حتى الليله عربت المغرب يا الحمار اللي علينا صوب القلب ويجي نقاسو علينا ولا الحرب يا ولد حتى تيبريباري في سفينه اليوم صلاو في البليده مرات غدا صلاة الدور عندهم في كازا المدينه دورو كاسو بالاعدام حكموا ناري المزارتيه زاو علينا. المسؤوليات عندنا لوبيات حاطين لنا الفنات تاعهم ما يستعمروه احنا تنشوفوا فيكم طاجين تلحوت انتم عندكم ما تبقاو تشوفوا فينا حالتنا تشفي العدو ربينا حيت راسنا بقى فينا مرزلين حيت انتم في ساعه المكانه قادرين باش يسفونا بينا اما انتم فينكم وقع عليكم وحنا ما بقيناش قادرين على غنانكم هادشي قواد من فاليدادوركم هذا الماني السائل من نمط النخاع الشوكي فوق بالفوركم هذا صوتك المروكي اللي السيستم على راسك السطم الناس تموت وانت مكيف ليا الراس بحال حتى انت الساقم البلان بالليل كساتيفا والعقل الله عالم خونا ما كانش في هذا العالم غير زاطم ما حس بالمزود ما كاين غير اللي يلحس ويقول شكون في بلاصتك البوغر اللي يحس بنار ومعاك يحس بالالم بالغ السيل الزوبه بالسيف عليكم نتفرقع من تجيرونا ترتيب امولا نوبه عندك تعطيك بالله والكين اما احنا كحكومه فكركم غير حبوبه الاسم الشخصي عزيز اما النسب جوني والشعب تحتو تيجيب لله مسكين غير جاي صار نتقوبه وركو يا الزوامل علينا وزيدوا وركو كما كان الحال راه شحال هذا باش غوتنا اجي والتوبه فاهم. قال لي هذه الفكرة جيدة مزيانة ولكن السؤال ومن يعلق الجرس؟ لأن هذاك اللي غيمشي يعلق الجرس غياكلو المص. ولهذا حيت ما كاين حتى شي واحد مستعد يعلق الجرس في الفيران راه باقي المصاص كياكلوهم إلى يومنا هذا.